السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 كتير. جايلكم في فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول ونسمي الله عليه افضل الصلاة والسلام. دلوقتي انا معايا الايه، احنا قلت بقى ايه، الدنيا حر كده وعاوزين نشرب عصير فريش. عملت بقى ايه، عصير مانجا، بس زي ما بيجي في المحلات بالظبط، زي بتوع المحلات بالظبط، صافي وجميل 100%. تعالوا معانا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا غسلت المانجا كويس وهقشرها زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده. إيه حبايب قلبي، إيه اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة، فضلا وليس امرا، ويدفع زر الجرس. وانتوا بتنسوا اللايك يا حبايبي، انا زعلانه كتير 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 عشان انتوا بتنسوا اللايك ومش بتعملوا لايكات. إيه، بتكتبوا كومنت جميل لكن بتنسوا اللايكات. انا دلوقتي بقشرها بالطريقه دي ومش هرمي القشر. انا هعرفكم دلوقتي القشر ده يعني هنعرف مع بعض دلوقتي القشر هعمل فيه ايه. المانجا انا بعملها بطريقه زي ما بتيجي في المحلات بالظبط، وجميله، بتبقى لها طعم تحفه تحفه تحفه، وصافي جدا، ما هياش خفيفه ولا تقيله، بتبقى مظبوطه معايا جدا. القشر ده انا مش هرميه، هعرفكم في اخر الفيديو هعمل فيه ايه. انا دلوقتي جبت بولة حطيت فيها القشر، وبولة تانية بحط فيها المانجا. لايك 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 لايك. وصلوا الفيديو ده ل1000 لايك، انا راضية، انا راضية. مش هقول لكم 50,000 زي كل مرة، لا، أنا 1000 لايك. هعمل كده فيها بالظبط البذرية كده، بقوم ايه، اقعد اعمل فيها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، بنزل كل المية اللي فيها، وبرضو ما برميهاش، بضيفها مع القشر. شكرا جدا جدا لكل واحدة او واحد بيقول لي كومنت جميل. شكرا جدا جدا للناس اللي بتدعمني، ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم جد ابدا ابدا. ربنا يوفقكم وينجحكم يا رب في عملكم. ربنا يا رب يزيدنا محبة، وان شاء الله ربنا يا رب يقربنا اكتر واكتر، ويدوم التواصل ما بيننا يا رب العالمين، والمحبة. انا بحبكم والله العظيم، لله في لله. يعني انا كنت الاول اقول ازاي الناس يعني تحب بعضها من غير ما تشوف بعض، لكن انا لما انا فتحت القناة ويعني عرفتكم، انا الصراحة حبيتكم جدا جدا جدا، وربنا اللي يعلم. انتوا اهلي، انتوا عيلتي التانية، وانتوا حبايبي جدا، انا بحبكم موت 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 موت. ربنا يوفقنا كلنا جميعا يا رب، ونكبر مع بعض يا رب كده، و... ونبقى في احسن حال ان شاء الله. ربنا ما بينساش حد. بالطريقه كده يا حبايب قلبي. ايه، هعمل المانجا دي بقى ورا الكاميرا، وهرجع اقول لكم انا هعمل ايه في القشر دوت. القشر دوت اهوت زي ما انتوا شايفين كده، في اهوت لحم لسه من جوه اهوت، بقوم منزلاه بالسكينه كده بالطريقه دي بالراحه جدا، علشان القشره ما تنزلش مع المانجا. اهو. انا اول مره اعمل معاكم عصير، بفكركم تاني باللايك لايك 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 علشان الفيديو يتشير.
للناس ويشوفوه. يعني فضلا وليس امرا حبايب قلبي. المانجاية بالطريقة الحبايبي قطعيات شكلها حلو ازاي. هنزلها بقى في الخلاط. هحطهم بقى في قلب كده الخلاط اهو بالطريقة دي. والقشر بقى والبذر هنحط فيهم شوية مية اهوت، وهطلع من المي من القشر والبذر دوت عصير. هتشوفوا حضراتكم معايا دلوقتي. بعد اذنكم بس بجيب ميه. انا بوريكم الميه معلش. اقعد بقى هعصر فيهم لحد ما تنزل العصير بتاعها. اصبح ان دلوقتي الميه ما بقتش ميه صافيه، بقت عصير مانجا. هقعد اعصر فيهم خالص لحد ما انزل الميه بتاعتهم، العصير بتاعهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي يا حبايب قلبي. الطريقه دي لو عملتوها تعجبكم. اللي بيعملها زي يقولي، وعايزه اعرف يعني حد بيعمل زيي الطريقه دي ولا ايه؟ قولي في الكومنتات تحت. هنبدأ نشيل بقى كل اللي انا عملته ده كله. هشيله من قلب المية كده. وهضيفها في قلب الخلاط. انا بوريها لكم اهوت المية. شفتوا نزلت كل اللي في قلب القشر والبذر، كل اللي فيه انا نزلته في قلب البول اهوت. وهضيفهم في قلب الخلاط. وان عجبكم الفيديو قولولي في الكومنتات يا حبايب قلبي ايه رايكم فيه. وان عجبكم برضو الفيديو جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. هتلاقوا المانجا فريش وصافيه كده من غير ميه، يعني اكنك جايباها من المحلات. وضربتها كده في الخلاط. انا المانجا بتاعتي ما كانتش مسكره، انا ضفت لها ربع كوبايه سكر، ربع كوبايه عشان ما تبقاش مسكره جدا وما تقدروش تشربوها. في مانجا بقى بتبقى مسكره ما بيتضافلهاش سكر خالص، بتبقى مسكره كده من غير اي حاجه. وخلاص بدات بقى افرغها في كاسات اهيت. شفتوا حبايبي قوام المانجا عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جدا وكانت تحفه. بسم الله ما شاء الله، طريقه جميله. وبكده يا حبايبي الفيديو خلص معانا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي، مع الف سلامه حبايبي.